السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كنتمنى تكونوا على خير، احوال ديالكم طيبه. اليوم جبت لكم كيك ايطالي صراحه اللي كيجي ولا اروع، غير بجوج بيضات. واحد الكيكه صراحه كتجي زوينه بواحد الحشوه اللي كتجي بنينه بنينه بزاف، مزيج مع الجبن مع هكذا الشكلاط. غادي تعجبكم بزاف، كتجي معلكه من الداخل ديالها، خفيفه اقتصاديه والبنه لا تقاوم، ونفس الوقت كتجي الصراحه راقيه في المنظر ديالها. تقدموها هكا للضيوف ديالكم، العائله، يعني في اي مناسبه الوليدات ديالكم. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. اهم من ذلك راها اقتصاديه، مكونات متوفره في كل بيت. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. بقاو معايا ان شاء الله نمروا المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. بالنسبه للمكونات كما كيبان لكم مع الطريقه ديال التحضير، غادي نضيف واحد البول، غادي نخدموها غير هكذا في البول. يعني كتجي الطريقه ديالها سهله. كنضيف واحد جوج حبات ديال البيض تيكونوا بحراره الغرفه. الصراحه غير جربوها اكيد غادي تعجبكم، كتجي زوينه بزاف، واحد المذاق لا يقاوم مع الكامل داخل ديالها. هنا عندي نصف كوب ديال العنبه ديال السكر، ما يعادل تقريبا 80 غرام، وعلى حسب الرغبه ديالكم. الا بغيتو ديروا كوب كامل على حسب الرغبه. كنضيف واحد المعلقه صغيره او ساشي ديال الفانيليا. كندمج هاد المكونات جيدا. الا بغيتو تضيفوا حتى القشر ديال اما الليمون او البرتقال. صافي كنبقى ندمج هاد العناصر مزيان. من بعد غادي نضيف نص كاس ديال الزيت النباتيه ديال العنبه، ما يعادل 75 غرام او 75 ملي. كندمجو مزيان كما كتشوفوا. يعني اي مكون هكا كتنزلوه، والا كتعطيوه الحق ديالو هكذا في الخفق. من بعد غادي نضيف نص كاس ديال العنبه ديال الحليب، ما يعادل 75 غرام او ملي، يكون بحراره الغرفه. صافي كندمجو بهذا الشكل هذا. وهنايا عندي جوج كيسان ديال العنبه ديال الدقيق الابيض كما كتشوفوا. يعني المقادير اللي بسيطه بزاف. كندمج كما كتشوفوا هذا الكاس الاول. ومن بعد غادي نضيف الكاس الثاني ديال العنبه ديال الدقيق، يعني جوج كيسان ديال العنبه ديال الدقيق. هنا عندي جوج معلقات صغار ديال الخميره الكيماويه، ما يعادل 12 غرام. وضفت واحد القريصه ديال الملحه. صافي وكدمجوها بهذا الشكل هذا. كما كيبان لكم هذا هو القوام اللي حصلت عليه ديال الكيك. بالنسبه للمول هذا عندي من 26 حتى ل 28، يعني القياس هو هذا. ما يكونش هذا المول ديال لي طارت، ما يكونش كبير وما يكونش صغير من هذا. كندهنو مزيان بالزبده، وكان هكا نضيف عليه الدقيق، وكنزول هذاك الفائض ديال الدقيق منه. صافي كنهز يدي مزيان كما كتشوفوا باش كيتهوى معايا هذا الخليط هذا. كنديرو في هذا المول هذا، وصافي غادي نضيفوه على جنب، وغندوزو ان شاء الله للطريقه ديال المقادير ديال الكريمه. هنا بالنسبه للكريمه عندي 150 غرام ديال الجبن كريمي، يعني في فيلادلفيا، اي جبن كيكون متوفر عندكم. غادي نضيف عليه معلقه كبيره ديال السكر. كتقدروا كديروا هكا جوج معلقات كبار ديال السكر على حسب الذوق ديالكم. وغادي نضيف واحد المعلقه ديال الفانيليا. صافي من بعد غادي ندمج وغادي نضيف عفوا واحد الحبه ديال البيض.
من بعد غادي ندمج هاد العناصر جيدا. صافي هنا في هذه المرحله من بعد ما كندمجو الخليط كيصبح ليا بهذا الشكل هذا. صافي كنضيفو بهذه الطريقه، هذه طريقه عشوائيه صراحه، غير جربوه كيجي رائع رائع بزاف. كنحاول كنوزعو على الكيك كامل. ومن بعد غادي نضيف هنا هكا الشوكولات ديال النوتيلا، يعني اي شوكولات كيكون متوفر عندكم ديال الدهن كتضيفوه بهذا الشكل هذا حتى هو على شكل عشوائي. يعني الطريقه كما كتشوفوا سهله مهله، ولكن راه كتجيكم معلكه. يعني ملي كطيب هاد الكريمه مع الشوكولات كيجي حتى من الوسط ديالها كيعطيكم الصراحه واحد التعليكه، واحد البنه اللي زوينه بزاف. وكما ذكرت لكم السكر كيبقى على حسب الرغبه ديالكم، انا دائما كنقص من السكر وكيبقى دائما على حسب الرغبه ديالكم. يعني بالنسبه في الاول انا عملت غير نصف كوب، كتقدروا كديروا كوب كامل ديال العنبه. بالنسبه للكريمه انا درت غير معلقه هكذا كبيره، كتقدروا كديروا 2 معالق كبار. بالنسبه للفران كنكون انا يلا سخنته، ملي تنسالي سخنته كندخل هذا الكيك هذا 160 160 عفوا درجه الحراره، يعني كتبقى 35 دقيقه، وعلى حسب دائما النوعيه ديال الفرن ديالكم. وكما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي، كتجي رائعه بزاف. كتجيكم صراحه خفيفه خفيفه وكتجيكم معلكه بهذه الكريمه هذه. ان شاء الله غير جربوها، مكونات اللي بسيطه بسيطه بزاف، اكيد غادي تكون هاد المكونات في كل بيت. كنتمنى ان شاء الله ما تنسونيش باللي لايك ديالكم والتعاليق ديالكم، لانها صراحه كتعطيني طاقه ايجابيه. وبرطاجيو مع الاهل والاحباب باش تعم فائده على الجميع. السلام عليكم، خليت لكم الصحه وراحه البال الى فيديو قادم ان شاء الله.